الامتحان عندك بيجي ايه؟ بيجي اول حاجه في سؤال يتضمن التعريفات. يبقى اول حاجه التعريفات، والتعريفات ساعات بيتضمن دليل، يقول لك عرف مع الدليل. تمام. وممكن سؤال الدليل ده يكون وعدين، يبقى تعريفات ودليل. تالت حاجة في الامتحان بتكون آراء العلماء. وآراء العلماء ممكن يجيبوا في اختيارات، وممكن يجيبوا في صح وغلط، وممكن يجيبوا في تعليلات. آراء العلماء في اختيارات، في صح وغلط، في التعليلات. وآراء العلماء بيني وبينكم كده هو أصعب حاجة في التوحيد. احنا قلنا هي سهلة كلها في العموم، بس أصعب السهل اللي فيها دي اللي هو آراء العلماء. تمام. عشان في ناس كتيرة بتتلخبط، وهي أكتر حاجة بيلعب عليها في الامتحان في مادة التوحيد هي آراء العلماء. تمام. يبقى كده قلنا سؤال ايه؟ آراء العلماء. بعد كده في التعليلات، والتعليلات دي مهمة وسهلة. يعني هي مهمة، يعني لو صعبة أقول لك صعبة، إنما هي سهلة.